بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يبارك لكم ويكرمكم ويصلح حالكم ان شاء الله باذن الله. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه؟ الفراوله. الفراوله بقى الايام دي جميله وطعمه، وتخزينها الايام دي عسل جدا بقى. تخزين عمايل فراوله، عمايل فراوله، عمايل مربات، صوصات كده، عصير. تعملي عصير. النهارده بقى انا هعمل ايه؟ قلت اخزن بقى، يعني هعمل مربى، واخزن منها شويه في الفريزر، وكمان يبقى عندي مربى وقت ما اعوز يبقى عندي. دول انا شايلاهم عشان هنعملهم عصير. بصوا، انا جبت 4 كيلو فراوله. طبعا انا مضاعفه هنا الكميه عشان خاطر انا ايه، ربنا يعني يكرمكم ويكتر حبايبكم، انا عامله ليا ولاخواتي. بس فانا قلت ايه، انا مضاعفه عشان خاطر مثلا انا حاجه واخواتي حاجه وكده. فانا هنا عامله 4 كيلو. ال4 كيلو دول هتعملي انت عايزه كيلو، تعملي 2، اعملي انت وراحتك وانت واسرتك. خلاص. انا هنا عامله 4 كيلو، حاطه عليهم 2 كيلو ونص سكر. 4 كيلو فراوله حاطه عليهم 2 كيلو ونص سكر. دول بقى كده بنقعهم ساعتين، بحط عليهم السكر واقلبهم واسيبهم بالمنظر ده يطلعوا لي الميه دي. شايفين الجمال ده؟ بس انا بقى كده عايزاها بالطريقه دي، وتتحط بقى على النار بقى. خلاص، يلا بينا نحطها على النار. بصوا هنا الفراوله، بص غليت ازاي، بص بقت عامله ازاي اهو. بص عامله ازاي. كل الريم اللي انتوا شايفينه ده احنا عايزينه يطلع اهو. الريم ده لازم يطلع علشان خاطر ما تبقاش المربى احنا عايزينها تبقى مصفيه كده ولون الازاز كده، عارفه اللون بتاع الازاز. انا عايزه المربى هتبقى ان شاء الله في الاخر خالص بعد الريم ده ما يطلع، وكل اللي انت شايفاه ده يبقى عباره عن اتحولت لازاز، بس تحسي اللون لون الازاز، بقت صافيه وبقت جميله. بص انا هعلي عليها شويه البوتاجاز. بصي هتبتدي ايه تغلي، انا كده بعلي عليها البوتاجاز. بصي، بص الغليان ده، بص الغليان ده. بصي بقى هنا احنا بنطلع الريم اللي انت شايفاه يطلع ده اهو. انا عليت عليها البوتاجاز، القلبه دي انا عايزاها. استني بقى اوطي عليه البوتاجاز كده اهو. انا هطلع الريم ده. هتقولي لي يا ساره طب ما الريم ده فيه سكر. الريم دوت اللي هو هينقلنا المربى نفسها. انا عايزه الريم ده، السكر ملوش دعوه. كميه السكر اللي انت حطاها هتحتفظ بيها برده زي ما هي، مش هتاثر عليه. بصي بدات ايه تتهرى معانا وايه. بصي اهي بدات اهي تاخد تطرى وتتهرى معانا. بس انا مش هعرف يعني اطفي عليها، والميه دي لازم تقل برده. بصي الميه دي، بصي ده السكر ده، كل ده السكر بتاعها سايح. بس كل ده كده بقى، كل الريم ده انا عايزه اطلعه. كل ما ايدي تيجي كده على حبه ريم اطلعهم لحد ما زي ما قلت لك تصفي كده وتبقى لونها ايه، صافي كده زي كده. شايفه ده كده الازاز ده؟ بصي اللون الصافي اللي بيبرق ده، هي هتصفي معانا بالاخر على كده. احنا هنا بقى هنعمل العصير بتاعنا، عصير فراوله، ونسيب المربى تغلي على النار. السكر حوالي كده 4 معالق سكر او 3 معالق على حسب ما انت بتحبي السكر بتاعك ايه. بتحبيه مسكر حطي السكر بتاعك زياده. احنا بنحب السكر قليل فانا بحط سكر قليل. خلاص، فالسكر ده دي حاجه بتاعتك وبراحتك. نحط بقى اللبن كده بتاعنا بس. بعد كده انا لقيت عندي حبه بودره كريم جانتي احطهم. خلاص. بص احنا عملنا اهو عصير الفراوله، وجبت فراولتين كده قطعتهم بالسكينه واخدتهم وعملتهم كده. بصوا اهي زي شبه الورده كده، تروحي حطها على طرف الكوبايه. خلاص. ونحط 2 شاليمو. خلاص ده كده عصير الفراوله. خلاص. بس تعالوا بقى نشوفوا بقى ايه الفراوله اللي على النار. بص اهو احنا كل ده بنطلع الريم بتاعها لسه، كل ده لسه ما استوتش. شايفين المنظر؟ بس عايزه اقول لكم والله العظيم قلبه ريحه البيت تحفه.
ريحتها جميله. بصوا بقى العسل ده، شايفين السكر ده؟ كل بقى ما تغلي معاكي كل ما تطلع الريم ده كده تروحي انتي شايلاه، ما تسيبوش. خلاص اهو كل ده كده يطلع. انتوا بقى البوتاجاز ده بس ايدك دايما فيها وما تسيبهاش وتروحي تقعدي، اوعي هتبهدلك البوتاجاز عشان هي فرت مني انا برضو دلوقتي. فانا بعلي البوتاجاز سنه وافضل واقفه جنب منها، الاقيها هتفور واروح ايه. خلي بالكم عشان هي بتفور برضو، الريم ده بيخليها تفور لحد ما نخلص من الريم ده خالص. هو عيب الفراوله في كده ان هي بتطلع ريم كتير. احنا كده بقى نفضل كده ايه نطلع منها الريم ده، وانا هوريها لكم ان شاء الله لما تستوى. بصي هي استوت اهي ودخل كده خلاص في السوا. بصوا بقت عامله ازاي اهي، قطعه اهي. خلاص هنحط عليها ربع معلقه ليمون، الكميه دي بس. دي ماده حافظه وهتحفظ لك الفراوله من السنه للسنه. نقلبها كده ونطفي عليها كده خلاص. اهي بصي المنظر، بصي الشكل عامل ازاي، تحفه. هنطفي عليها كده. احنا عملنا اهوت عصير، عملنا المربى بتاعت الفراوله عملناها، عملنا عصير منها. خلاص الفراوله الايام دي جميعا تحفه وجميله، رخيصه وممكن تخزني منها. على فكره احنا لسه كمان ما خزناش منها، انا بس حبيت اعمل شويه مربى بس كده ايه، افرح العيال وافرح اخواتي يعني. بس فاحنا عملنا النهارده ان شاء الله باذن الله، خلصنا فراوله خلصنا العصير. ان شاء الله باذن الله هنبقى نخزن الفراوله مع بعض. عز تخزينها الايام دي، هي رخيصه وحلوه، وقاعدين هي في السوق ب 12 ونص، ب 15. يعني اسعار حلوه جدا جدا جدا. تقدري بقى تخزني منها في الفريزر من السنه للسنه، وان شاء الله باذن الله هنبقوا نخزنوها مع بعض. كل سنة وانتم طيبين وربنا دايما يحسن ما بين ايديكم. ده كان فيديو النهاردة، اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد.